هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يعجبكم الفيديو. جدكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم حبايب قلبي. اول ما نبدا نصلي على محمد وعلى محمد ونبدا بالفيديو. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. اول ما نبدا بالفيديو اخذتكم جولة من داخل المول، جولة قصيرة حبايب قلبي. هنا عندنا روتين تنظيف ما قبل العيد. الصراحة كانت بنتي حيل تعبانة، ما قدرت يعني اسوي حملة يعني قبل هذه الايام، بس الحمد لله شوية البارحة صارت زينة الحمد لله يا رب العالمين. بنتي نامي على ما خلص هاني. فسويت حملة. اول ما بديت بالمطبخ، وتعرفون اكثر استخداماتنا المطبخ، يعني 24 ساعة احنا داخل المطبخ. تعرفون نطبخ اكل شرب، هاي لازم يعني واحد يعتني اكثر شي بالمطبخ حبايب قلبي. هنا جيت اصور لكم بعد ما خلصت الشكل النهائي، يعني السنق. وهنا عندي هذا المكان انا اطبخ فيه صراحة، الطباخ والهيتر، بس ولكن يعني متعب حيل شغله. يعني من اطبخ مرات يطير دهن على السيراميك لان ماكو عازل مال الطباخ ما موجود، والهيتر نفس الشيء. فعاد انجبر يعني كل ما اريد اطبخ اغسله، كل ما اريد اطبخ اغسله. وشنو رايكم بالمطبخ مالي؟ ان شاء الله يعجبكم. هنا بديت بالارضية. الارضية الصراحة غسلتها بالجلافة مال المواعين، ناس تسميها سيمة وناس تسميها جلافة. فأنا فركتها لأن تعرفون الطبخ هاي، فالقاع اللي يصير بيها زيت شوية، فحبيت اعتني بيها اكثر. وهنا كملت المطبخ كامل مثل ما قلت لكم. انا اول ما بديت بالمطبخ. وهنا حبايب قلبي بديت اغسل البوب مالات البيت، بوب بلاستيك. وهنا بعد ما غسلت البوب بديت بالارضية. هسه تقول ليش يعني ما اخذتين بالروتين لحظة بلحظة؟ الصراحة ما قدرت اصور لكم لان تعرفوا مثل ما تعرفون كل مرة بنتي هي تعاوني بالتصوير، وبنتي حيل مريضة فصورت بحالي، اعذروني حبايب قلبي. ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. الصراحة يعني ما بيدي مجال حيل يعني للتصوير، او حتى اذا ملاحظين القناة حتى ستوريات يعني ما بيها كثير، يعني حيل قليلة الستوريات. لا صراحة عندي حيل يعني ظروف، والحمد لله يا رب العالمين. هذا أمر رب العالمين، لا اعتراض على حكم الله. حبايب قلبي أريد أسألكم سؤال. أنا من اشتريت هذا البيت؟ يعني أنا ما اشتريته. أول مرة أنا اشتريت أرض وأنا بنيتها بيدي. من دخلت على هذا البيت سبحان الله يا رب العالمين، وإن شاء الله أستفيد يعني من خبرتكم. أنا من دخلت هذا البيت ما ظلت عملية وما سويناها. أطفالي واحد يقوم واحد يقع، واحد يقوم واحد يقع. احنا العيلة يعني بالسرة، يعني قبل تقريبا 20 يوم كنت أنا مريضة. تقريبا قبل أسبوع كانت بنتي حيل مريضة. واليوم أنا راح أنزلكم هذا الفيديو. البارحة أنا كنت عند الطبيب الساعة 11 بالليل، تخربط زوجي. طلعنا على الطبيب والحمد لله يا رب العالمين، لا اعتراض على حكم الله. ولكن أنا يعني شاكة إن البيت بشي، مع العلم يعني أنا عمرته بيدي ولكن ما مرتاحة بيه. يعني فردلب عرفت للبيع اللي يقول ليش ما بعتي وتحولتي، عرفت للبيع ما ينباع، سبحان الله ما ينباع. مع العلم يعني بيدي عمرته ومن أحسنه، ولكن سبحان الله ما انباع. عرفته عد تقريبا 5-6 دلالين ولكن ما انباع. وقولوا لي اللي عنده خبرة يعني شنو هو السبب؟ إذا أمر رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين، لا اعتراض على حكم الله. حبايب قلبي خلينا نكمل الفيديو. التهيت أحكي وياكم، والصراحة حيل تعبانة نفسيتي فحبيت أحكي وياكم. هنا بعد ما كملت تنظيف كامل، بعد غسيل وتنظيف فرشت الغرفة، فحبيت أصور لكم من بعد ما فرشت الغرفة. الصراحة غسلت وجوه المخاد والدواشق بس ما صورت وياكم.
لا تزعلون علي لأن والله الصراحة نفسيتي حيل تعبانة. وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، وادعولي الله يسهل أمري ويفرج همي يا رب العالمين. هنا كملت هاي الاستقبال كامل. المطبخ صورت لكم اياه بالكامل، وإن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. حبايب قلبي اللي وصل لهاي اللحظة بالفيديو لا ينسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا العصر يعني ورا ما كملت تنظيف البيت بالكامل سويت عشاء. صراحة كنت مشتهية حيل الدولمة، والمواد صار لها 3 أيام عندي بالثلاجة، ولكن مثل ما قلت لكم نفسيتي تعبانة مالي وقت أسوي، فحبيت أصور لكم مقطع قصير بس، ولكن انتظروا النتيجة مالت الدولمة. النتيجة تخبل يعني الصلاة على محمد. كل مرة أسوي دولمة أطيب من قبلها، أطيب من اللي قبلها. وكتبوا لي بالكومنتات منو من عشاق الدولمة، منو يحب الدولمة مثلي. حبايب قلبي إن شاء الله يعجبكم الفيديو. اعذروني على التأخير لأن الصراحة تأخرت عليكم حيل، بس ولكن والله ظروفي يعني ما تسمح لي. إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله يسهل أمرنا ويصير بيدي مجال تفضل اليوتيوب إن شاء الله يا ربي. اللي ما يدري أنا عاد أسوي بث على اليوتيوب، عاد أفتح بث مرات يعني بيدي مجال نص ساعة هيك، ساعة أفتح بث شوية وأرجع أسده. حبايب قلبي هنا من بعد ما استوت الدولمة بدي أنا أفرغ الدولمة. هنا ابني شي يقول يوم قالب كيك، صلوات على محمد، يعني صدق قالب كيك. الطعم كان يعني كلش طيب. الدولمة عبارة عن ورق عنب، سلج، بصل، باذنجان، طماطم، بطاطا. راح